أعلن الدكتور عصام العريان المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة أن اللجنة القانونية للحزب ستتخذ اللازم بشأن جريمة إحراق حافلتين تابعتين لجماعة الإخوان. يأتي ذلك بعدما أحرق عدد من المتظاهرين حافلتين كانتا تقلان عددا من أعضاء الجماعة في مدخل ميدان عبد المنعم رياض، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة. واتهم شهود من حركة 6 أبريل عددا من أنصار التيار الشعبي بحرق الحافلات. كما نقلت قناة الجزيرة مباشر مصر اعترافا لأحد المتهمين على الهواء مباشرة. هذا وقد تمكنت قناة مصر 25 من التسجيل مع أحد البلطجية الذي نجح بعض المتظاهرين في القبض عليه بميدان التحرير. أول امبارح كنت واقف في الباركنج شغال بطلع باركنج، جت عربية ملاكي سودا مرسيدس، فيها 4 راكبين ورا و2 من قدام، واحد السواق بتاعهم. لقيت الناس لمت عليه، قالوا يعني وزع 100 جنيه اللي يخش يضرب في الإخوان بعد الصلاة بكرة ساعة الصلاة. كلهم راحوا وأنا روح، بس ما ضربتش على الناس، هم ضربوا. وفي مدينة المحلة الكبرى قام بعض الشباب ومعهم عدد من القوى والحركات السياسية باقتحام مقر الإخوان المسلمين، وقاموا بحرق اللافتات الموجودة عليه. إلى ذلك قام الأهالي وسكان العقارات المجاورة بالدفاع عن مقر الإخوان، وقاموا بالتصدي لمحاولاتهم، فيما قام آخرون بتحرير محاضر ضد بعض المشاركين في الاعتداء.